السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ اش اخباركم؟ اليوم غادي نحضر معكم واحد النوع ديال السمك. صراحه مشات لي الاسميه ديالو كما كتشوفوا. هذا هو الحوت اللي عندي. صراحه والله ما عرف شنو السميه، مشات لي من بالي كاع بمره، معليش قلبت، ولكن قلبت زعما عليها شويه في اليوتيوب ما لقيتهاش. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا خديت الحوت، نقيته وغسلته مزيان، وغادي نضيف عليه التوابل اللي عندي هنايا، يعني العطريه ديال الحوت. عندي شويه الملح، شويه البزار والكمون، وشويه ديال التحميره. هنايا خديت تقريبا واحد البصيله صغيره او نصف بصله، حكيتها لان هنايا البصله صراحه كتعطي واحد المذاق في الحوت زوين، وكتحيد منه ديك الريحه ديالو المجهده. وهنايا غديت واحد المزيج ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف كذلك واحد تقريبا واحد 2 معالق ديال العصير ديال الليمون، الخل ديال الليمون. الا ما متوفرش عندكم الحامض ديروا غير العصير ديالو. وفي هنايا شرملت الحوت ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا، شرملته مزيان، دخلت مع ديك العطريه، وغادي نخليه تقريبا واحد ربع ساعه بحال هكاك بين ما سخن الفران وبين ما وجدت هاد الفلافل ومطيشه قطعتهم دوائر. صافي. ومن بعد غادي خديت واحد المول، درت فيه شويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه كبيره تكون عامره. دهنت المول ديالي مزيان. هنايا كيف ما كتشوفوا فرشت فيه ديك الفلفله ومطيشه. الفلفله اي لون عندكم ديروا، ما عندكمش ديروا، كاين اللي كيدير خيسو، انا اكتفيت غير بفلفله ومطيشه. صافي. عندي هنايا الزيتون والحامض، من الاساسيات في الطياب ديال الحوت ضروري يكون الحامض والزيتون. صافي. هنايا من بعد ما فرشت في الخضره كامله درت عليها الحوت من الفوق، وزوقته بشويه ديال الشرائح ديال الحامض والزيتون. واخر حاجه غادي نديرها هي واحد الرشه ديال الزعتر. صراحه الزعتر كيطلق واحد النسمه زوينه في الحوت، هو او اليازير، يعني اللي متوفر عندكم. وهنايا عفوا اخر حاجه هي الزيت، واحد 2 معالق ديال الزيت. صافي. نحاول نسقي الحوت شويه بالزيت من الفوق باش ما يجيش، باش يجي محمر. وكيف ما شفتوا هاد الحوت هذا راه كيجي على هذا الشكل هذا، ما كيجيش عامر بالزيت، يعني الزيت درت 2 المرات دهنت به المول، وفي المره الاخرى فاش درتو من الفوق. وهذا هو الحوت ديالنا ديال اليوم. صراحه راه كيجي بنين وواعر بزاف ومعلك، واحد المريقه كتجي غزاله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في احسن الاحوال، وما تنساوش تعملوا لي بجيم وكومونتير زوين، الى فيديو قادم ان شاء الله.